يقال أن تعاملك مع صوفيا طالوني كان خطأ فادح في مسيرتك وأساء لمشوارك وسمعتك. السيدة أدت واحد الخدمة الله يجزيها بخير. داك يعني لانترفونسيون دارت فابور. رفضت أنني نخلص. ندير بزاف ديال الخير الله يجزيها بخير. بزاف الناس وقفت معاهم، ما حياتها الشخصية دي كتبقى حياتها الشخصية ما يمكنليش أنا نحكم عليها. زينة الداودية نقول لك فين كتكوي صاحبتك اللي عندها داك الطرف باقا كتكوي البنات نقول لهم شنو بينك وبين الشيبي المغنية يلا صعيدة راه مصيبة عندنا بزاف بحال كالداودية في المغرب. اليوم غادي نتكلموا على الهجوم اللي كيتعرضوا ليه جوج تاع الشخصيات، وهنا الاسم الاول هو الممثل المعروف رشيد الوالي اللي كيتهموه بانه زماح، وبينما الاسم الثاني يتعلق بالمغنية الشعبية المعروفة الداودية واللي كيتهموها بانها حكاكة قوينة كتنعس مع البنات. وكذلك غادي نتوقفوا مع مجموعة من النقاط. إذن فغنبداو بالاسم الأول واللي كيتعلق بالاسم المعروف رشيد الوالي، واللي دابا تقريبا 7 شهور ملي خرجت أول رواية كتهمو بأنه زماح، وكيتهموه بأنه كيمارس العمليات الزماحية مع ابن الرجل الملياردير المعروف المتوفى ميلود الشعبي، وهنا كيتكلموا على فوزي الشعبي. ولكن خاصنا نعرفوا في البداية شنو هي علاقة رشيد الوالي بعائلة الملياردير واللي كيحملوا اسم الشعبي. وهنا الجواب أن العلاقة اللي كتربط رشيد الوالي بعائلة الملياردير هي الزوجة نتاعو، وبحكم أن هذه الأخيرة كانت خدامة عند ميلود الشعبي. من بعد غادي تتعرف على رشيد الوالي، غادي يتزوجوا، ومن ثم غادي تستغل العلاقة نتاعها مع الرجل الملياردير واللي غادي يولي يفرض على التلفزة المغربية وفي الإشهارات نتاع التلفزة المغربية أنه يخدم رشيد الوالي في دوك الاشارات، خصوصا داكشي اللي كيتعلق بالعقار. دونك هنا بدات البدايه، والميلود الشعبي كيلعب واحد الدور كبير في شهره الممثل رشيد الوالي لانه كانت خدامه عنده الزوجه نتاعو ملي كانت عازبه. ومن بعد غادي توفى الرجل الملياردير ميلود الشعبي، وهنا غادي تنتقل العلاقه ما بين رشيد الوالي وما بين الابن ديالو اللي هو فوزي الشعبي. ودابا غادي نرجعوا للحقيقه ديال هذه الاتهامات اللي كيتهموا فيها رشيد الوالي ظلما وعدوانا بانه مثلي، بانه زماح. هذا الكلام غادي يتقال تقريبا هذه 7 أشهر من طرف واحد خينا سميتو تحفه، وغادي يدعي ظلما وعدوانا ان داك الزماح اللي كاين في تركيا كيقول ان رشيد الوالي طايح مع الرجل الملياردير فوزي الشعبي. ولكن داك الزماح نتاع تركيا عمره ولا خرج ولا صرح بانه بالفعل كيقول هذا الكلام. ولكن للاسف رشيد الوالي غادي يتلاقى صوفيا زويمح بتركيا، وغادي يمشي عنده حتى العياده الخاصه ديالو، وغادي يدير ليه عمليه زرع الشعر. وهنا كذلك بسبب هذه المعامله اللي وقعت ما بين رشيد الوالي وداك الزماح غادي يخرجوا مجموعه من الاشاعات والاتهامات. وهنا كيقولوا على ان رشيد الوالي ربما مصوروا صوفيا كلينيك المعروف على انه كيصور، او على الاقل انه خدا ليه الصور وربما الفيديوهات والمعطيات والداتا ديال الهاتف نتاع رشيد الوالي، مع العلم انه كانت معاه الزوجه نتاعو. ومن بعد مباشره رشيد الوالي غادي يولي كل مره كيدير ليه اشهار في الحساب الشخصي، ودائما ما تيخرج يشيد بالعمليه نتاع زرع الشعر ويشيد بالاخت صوفيا، وغيخرج حرفيا وغتسمعوها دابا يشيد وكيقول على ان صوفيا سيده ماشي سيد. سي رشيد، يقال ان تعاملك مع صوفيا طالوني كان خطأ فادح في مسيرتك واساء لمشوارك وسمعتك. السيده ادت واحد الخدمه الله يجزيها بخير، او السيد كانت في فرنسا وسهلت لي المأموريه لانه ما جاتش حتى الاخر، يعني أنا كنت في حاجة لأنه كتعرف بالنسبة للفنان يدير الزراعة ديال الشعر ماشي شي حاجة سهلة. كنت خايف ما تنجحش، لذلك حسن الخبراء كاع اللي عطاوني قالوا لي اللي كيعرف في الدومين مزيان وكيعرف الأطباء مزيان ويعرف يسوق لك، لأنه سوقات أنه جاي ستار وما عندكم تغلطوا معاه، خصو هذا عناية خاصة ضرورية. أحسن الأطباء اللي ضرورية
وكنت مشاعر بالراحه، والحمد لله النتيجه احنا كنشوفوها انها عجبتك النتيجه رشيد؟ غير ذلك الناس كياكلوا يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه، كل واحد كينهش في الاخر. انا كنحترم الناس كاملين كيف ما كنحترمهم في الشارع. كيمكن اي واحد في الشارع ولا هذا يمكن له يتصور معايا واش انا نبقى نفلتري الناس. بالاضافه لانه في الوقت اللي كنت تما انا شفت اشياء الخير اللي دارت قدامي واللي دارتها هذيك السيده اللي هضروا عليا على واحد الشاب اللي كان تما بات في الثلج وكانوا غيقطعوا له رجلو ودعماتو وعاوناتو وقفات معاه. انا بالنسبه لي هذا الشيء فوق اي حاجه. ربي بوحدو اللي كيحاسب الانسان على النوايا ولا العطاء. حنا مع الاسف لي ميديا خلاونا نجرؤوا نغلطوا في الناس. انا ما نهضر حتى شي واحد، واي واحد دار فيا شي معروف كنشكرو دائما وكنعترف به. يعني ما ندمتيش؟ ما قلتيش كان على الاقل ما خرجناش للاعلام، ما تصورناش؟ لا هو ما خرجناش للاعلام لانه ديك الساعه كنت باغي انا تنجح العمليه. من بعد كشكر لهذيك السيده ابتسام قالت لها وي يمكن لك ديريها، لانه مفتخره بانه تلاقات معنا الله يجزيها بها خير ودارتها في زعما ما كانش شي استغلال ولا شي حاجه. ولكن الناس لابد ما كتهضر في الناس بعضياتهم. الله يسامح كل واحد. ما كانش شي تعامل فني بيني وبينها ولا شي باش نهضروا على تعامل انساني وتعامل ديال المواطنه اللي اهتمت بيا كولد البلاد. خصو احسن العنايه. تقال ان داك يعني الانترفونسيون دارت فابور يعني بدون مقابل. هذا عمليه زراعه الشعر. رفضت انني نخلص، ما قبلتش المقابل. نعم مشينا باش نخلصوا كل شيء، ولكن هي عطات التعليمات ديالها وبعد ما درتهاش عندها، درتها في عياده واحده اخرى ويمكن هي شريكه فيها على محل. ماشي هي اللي دارت، حيت الناس بزاف كيسحابهم هي اللي دارت. لا هي ما عندها علاقه ما عندهاش العلاقه بينما عندها عنايه ديال عياده ديال السنان كدير بزاف ديال الخير الله يجزاها بخير. بزاف الناس وقفات معاهم. ما حياتها الشخصيه دي كتبقى حياتها الشخصيه، ما يمكنليش انا نحكم عليها. ولكن كتبقى الحقيقه على ان رشيد الوالي هو بعيد كل البعد عن هذه القضايا نتاع التزوميح، وحسب المقربين واللي خدموا معاه انه بعيد على هذا الشيء هذا. وفي نفس الوقت كيتسائلوا علاش رشيد الوالي كيبقى ساكت وعلاش ما كيلجاش للقضاء باش يوضع شكايات، خصوصا انه هذا اتهام خطير بالشرف نتاعو والشرف نتاع الزوجه ديالو وحتى وليداتو. وعلاش ديما كيكبر بصوفيا كلينيك، وعلاش مشى عنده دار عمليه فابور مع العلم انه رجل كيتخلص بمئات الملايين تاع السنتيمات وعنده الفليسات. وكانت عنده اكثر من طريقه باش يدير عمليه زرع الشعر بلا ما يمشي عند صوفيا الزماح. كما ان هذه الاسئله هما اللي كيغديو دوك الاشاعات على ان رشيد الوالي عنده ميولات ماشي ذكوريه. ولكن الحقيقه تقال اقرب مقربون الكل يجمع على ان رشيد الوالي مستحيل يدير هذه الممارسات. ودابا غادي ننتقلوا للاسم الثاني. هذا الاسم كيتعلق بالمغنية الشعبية اللي هي معروفة الدودية، وحتى هي متزوجة وعندها وليدات، ولكن هذه مدة وسنوات وكيقولوا على أن الدودية هي حكاكة أو بالأحرى قوينة، بمعنى آخر كتنعس مع البنات ولكن هي كتلعب دور الذكوري. كما ان هذه المعطيات سمعتهم شخصيا من مغنيين، وكاينه حتى وحده كانت مديره اعمال ديالها كتكلم على ان الدوديه كتنعس مع البنات وكتوفر على هرمونات ذكوريه، وانه عندها علاقات مع مجموعه من الفتيات. كما ان هذه القضيه نتاع اسم الدوديه ديما كيتجبد حتى في داك الشيء نتاع الذبايح وديال السحر والشعوذه والقبول والليلات، وعندها واحد الباع طويل في هذه الممارسات. وخرجوا مجموعه من الفقهاء ما بين كيقولوا على ان الدوديه كانت كتمشي عندهم باش يصايبوا ليها داك الشيء اللي كيتصايب والليله والذبايح وداك الشيء ديال سيدي علي وداك الشيء نتاع المواسم. وهنا حسب العلماء ان اي واحد ملي كيوصل حتى الليلات حتى الخلوه حتى الذبايح، فداك الشخص اللي كيمارس هذا الشيء ما كيبقاش مسلم، كيولي مشرك وكيولي كافر. لانه باش يوصل لهذا المواصل الشيطان او السحرة او مع ما كيتعامل هو كيفرضوا عليه مجموعه من الشروط، وهو الابتعاد عن الله والشرك والكفر، مقابل ان ذاك الشيطان او ذاك ابليس ينفذ ليه مجموعه من الخدمات ويستر ليه الامور سواء في العمل سواء في امور اخرى. اذا في السؤال فواش الدوديه تعتبر مسلمه بعدا؟ وخصوصا ان هادشي نتاع الممارسات معروف عليها. كذلك هذا القطاع نتاع التمثيل ديال الغنى ما اكثرهم زماحات، وكاينين مغنيين شعبيين كيشدوا العيطه وكيديروا التحسن تاع الرجال، ولكن في الاصل هما زويمحات وقيسهم الماء ومقابلين البحر الله يرحل. إضافة كاين مخرجين ملاحدة
بحال ذاك المسمى عيوش اليهودي. وكاين واحد مخرج تاع وجع التراب اللي تكلموا عليه على انه اغتصب اكثر من 100 ممثله وافتض بكرات عشرات نتاع القاصرات اللي كانوا كيشتغلوا معاه في الافلام. هادو غير اللي بانوا، وكاين الالاف ديال دوك المبتدئات اللي كيجيو عندوز على اساس انه غيدوز ليهم كاستينغ وباغيين يتشهروا وباغيين يدخلوا عالم التمثيل، كيستغلهم وكيجري عليهم. وكاين اللي كيستغلهم مقابل كيعطيهم دور بسيط، وفي حاله انه خاف لا يتفضح فكيتراجع معاهم في الفلوس. فكاين واحد البنيته عندها 12 14 سنه شاركت معاه في مسلسل وجع التراب، غادي يفتض البكره ديالها وغادي يتفاهم مع الوالد ديالها ب10 مليون سنتيم، غادي يشدها مقابل السكوت. وهذا الشخص كان ديما كيدعي ان عنده علاقات مع ناس معروفين، علاقات كبار. والغريب ان كاع الممثلين اللي شاركوا معه كلهم كيعرفوه انه ابليس ملحد، لدرجه انه كان كيفرض على الممثلات انهم ما يصليوش ملي كيكونوا مجموعين كيصوروا في التورناج. كما ان هاد بولحيه اللي كيسقيها بالريكار والويسكي فهو هارب من العداله وخرج من المغرب، وخرج كيتهم مدير التلفازه ان اي مخرج او اي منتج كيشد شي فيلم كيدي 30%. وهذا كان اتهام مباشر لمدير التلفازه العريشي، على اساس ان اي فيلم كياخذ فيه 30%. فتصوروا مثلا التلفازه غادي تشري شي فيلم بمليار سنتيم ديال شي منتج كياخذ 30%، 300 مليون بارده. وقس على ذلك على ان هذا السيد مربي في القصر وتقريبا واحد 25 سنه وهو رئيس ومدير التلفازه المغربيه. وكاين اتهامات كيتهموا هذا السيد على ان هناك ممثلات اللي كيجيو عنده للبيرو وكيديروا معاه كوجاك وكيديروا معاه ممارسات جنسيه مقابل انه كيفرضهم على شي منتج باش يخدمهم ويعطيهم دور البطوله في شي افلام. وتقريبا واحد 80 حتى 90% ممثلات مغربيات حاليا كلهم كياخذوا دور البطوله او دور فيلم سواء قصير صغير كبير، مقابل انها تنعس على الاقل اما المنتج او المخرج او شي شخص اخر عنده نفوذ. بدليل ان اغلبيه المتزوجات ما كيشتغلوش في التلفازه الاولى والثانيه، واغلبيه تاعهم مطلقات. وكاين بعض الحالات واخا يكونوا متزوجات الا انها كتكون متزوجه واحد ديوتي اللي كيسمح لها انها تنعس مع فلان وما يهضرش وما يتكلمش. اكثر من ذلك كاين مخرجين مزوجين ممثلات باش يلعبوا بهم دور البطوله ويستغلوهم بلا ما يخلصوهم، وما عارفين دايرين داكشي زواج المتعه. والممثله فقط باغيه تشهر، خصوصا ملي كتكون في البدايات. اذا ملي غتلقاو ممثله ديجا تزوجت بمخرج عرفوا ان هناك زواج متعه، وغالبا ما كتسالي العلاقه بالطلاق. كذلك حتى اللي كانوا مزوجين بحال نقولوا حنا فرح الفاسي وداك لطفي، يعني زواج ما بين ممثل وممثله، من بعد كيتسالي في الفراق. لماذا؟ لان هذيك ما غاديش يوليو يخدموها لانها مزوجه، وما خصهم شي وحده اللي غتنعس معهم وتلعب معهم وتلبي لهم الرغبات ودير معهم شي شذوذ وشي علاقات اللي هي شاده، مقابل انهم ينالوا، مقابل ان الممثله تنال الرضا ديال ذاك المنتج او المخرج، وغيولي دائما كيشغلها كيخدمها كيعيط ليها. وهذا كلام معروف، وخرجت ممثله معروفه نجاة خيرنا فضحات بمجموعه من الممثلين والمخرجين كيعطيك دور البطوله نعسي فوق الناموسيه، ما بغيتيهاش الباب يا الحباب. وناهيك على اكبر دومين كاين في التمثيل وكاين في الغناء وكاين في هادو ما يسمون باللي موديليست، المصممات زورا ديال الازياء. هادو كلهم اغلبيتهم يمارسون القواده بعضياتهم. كل ممثله كتضرب على صاحبتها، وكل وحده مغنيه كتدبر على صاحبتها، خصوصا فيما يتعلق بالدعاره واللي كيلقبوها بالراقيه. دعاره ديال 50 مليون ليله، 100 مليون ليله، يعطيوها سياره فاخره مقابل انها تبات مع شي امير او رجل اعمال او ملياردير كما كان في فرنسا، في امريكا، خصوصا الخليج وخصوصا المكابيت اللي عندنا في البلاد. هذا الدومين في امريكا يسمى بخرارب نظرا لبشاعته والاستغلالات اللي فيه والقواده والجنس والدعاره. ما كاين فيه حتى شي حاجه اللي زوينه. فواش عمركم شفتوا شي واحد عارف ما بينه وبين الله وكيمشي لهذا الدومين؟ وراه شفنا بزاف تاع المغنيين كيعتزلوا، ولكن قله. عبد الهادي الخياطي الله يرحمه، ابن البسطاوي، واللي تبرأ من هذا الميدان، ميدان كله فجور. وهذا الميدان باش نكونوا صرحاء فيه غير الجنود ديال ابليس الا من رحم ربي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.